السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا اليوم سوينا العمل شعبي، بس واجهت شوية شغلات. شلت الحلات منه نقلتها لغاد. هاي الحلة شلتها وحطيتها هناك، لا هاي الطيارة رضت تروح يم الافراخ، ولا هذا الفحل رضى يزقهن. شو اسوي؟ رجعتهن، يعني ماكو بس غير مكانهن ما قبل يزقهن، فذني بحبقيهن هنا، واحتمال عندي زوج هم راح ارجعهن. انا اشوفكم ذني بعس عندي ذني. شوف جاي واحد طبعا حلة الاخ وكتل وش اسمه. خلنا نقعد ونشرح لكم. هسه هذا ياخذ بس جاي ينزل، تنزل يمه هذا الاسود ينزل دي جاي ويقتل الفرق مالته. ايش عندنا؟ هاي الطيرة مال هذا الفحل جاي تجي لي جاي وتخرب عليهن. هذا الفحل يعني هذا مكانه جه هناك خلص من العتب. هاي شنو هسه؟ هاي الطيرة رقم 6. هاي المفروض هي هنا. انت تعال وين هذا رقم 6؟ هذا رقم 6. انزل هنا. يعني صار يعني مذبحة. شوف هسه ذول هنا ما يخلون واحد بلاش. يعني انا كنت اتاخر حتى الافراخ، فكسكت افراخ وقلت لكم راح اسوي البرج. هسه كبرا. هسه عندي هاي الطيرة ما مزق، بس الفحل زق الافراخ مالته، بس هاي عندي ما زقت. مشكلة صارت عندي. طبعا شلون مثل السنيشن ذني البيهن اسود بنات 33. هي مال هاي الحلة ينزل هنا جاي نقرا فعفتهن. هذني ما عليهن شي، كان الحلة الفوق ابوهن هذا المصجم. هاي الاماي وهذا الفحل لزمن هاي الحلة. هنا الاماي تجي تبيض فعوفن لزمن هاي الحلة، راح اعوفن ما عندي شي بيهن. بس جاي واجه بهاي الطيرة وواجه هنا بهذا الفحل يريد يحب هنا يجي هاي المكان، ما قدرت له يعني اجيبه يروح لغاد، يريد الا فوق. بركي طلع ينقلع هنا خطيس. هذا جاي ينزل هذا الفحل الاسود جاي يقتل بالفراخات. يلا سهله شوفوا له حل. ما نبقى هيجي يتعود. نعرف انه اول يوم ثاني يوم يتعود. بس خلينا نشوف لك هسه الفرخ ماكلين ولا خله باوع عليه. باوع الفرخ ما ماكل. ما ماكل لنا ابد. هذني اكل ما عندي بيهم شيء. جماعه هنا ماكلات. لا ما عندي شيء ماكلات. لان كبرن يعني لاني نقرن، لان 4 ينقرن. 1 2 3 هذين الاربعه. هاي الجو 1 2 3 4 ينقرن. هاي لزمت هاي الحله تزويد ما عندي اشكال بيها. هذني على هاي الحله هن بنات هذين الجواهن ما عندي اشكال بيهن. ايش عندي؟ بس عندي ذني المقذلات. اخذ الحله مالته، اخذ الحله مال هذا والله. خلي اصعدها فوق حتى. ايش عندي هنا فوق؟ اذا حطيت هاي الحله هنا فوق، يلا ليش لا نحطها فوق؟ اي خلي احطها هنا فوق. ناخذ هاي المكان فوق حتى يزوجن بيها سود المقذلات. اخلي اقطع وارجع لكم حتى ما اصير هوسه. شباب رجعت شديت هاي الحله هنا جوا، شديتها هيك جوا. راح احط فيها هاي الطيره خليها تكمش، وهذا المقذل. انا ذني زوجن عندي، هذا السود زوجن.
هذا جد رقمه. هذا رقم 33 الفحل. يلا هنا يصافن. انا بس احتمال ارجع هاي الحله لفوق لان اريد قول وياي اريد شو اسمه اريد يزق الافراخ الفحل مالته وبعدين ارجعه بس يكبر. هسه لو شوي يصير زرقه جوا الزوج يعني ويا ذني. انا شوف هذا لو نفس العمر كان حطيته ويا هذا الطير بس هذا اكبر فهذا ما راح يوكلنا. ما راح يوكلنا. شو اسوي؟ ايه شباب نرجع. شفتوا هاي يعني واحد ليش انا جاي اتاخر نريد اسوي البرج لان ما عندي شلون. اولا ما عندي مجال. اثنين ذني افراخ انتظرت اني كبرن اذا قاهن كبرن يلا على الاقل بس الافراخ تقوم تنقر هنا ينزل جوا بالقاع هو الفحل يزقه. بس شو اسوي هسه هناك جوا ما يزقنا. لا وقع بالقاع هنا يتمرض يموت يكتلنا البقيه. فراح عوف انتظر. راح انتظر اليوم هذا كله. شوف اللي وكلنا وكلنا ما وكلنا نسوي له في طريقه خاصه او نحاول نسوي له فشي ونخليه يوكلين. حتى لو حط له اكل هنا قريب عليه سد له المكان زقه ما زقه رجع لمكانه وابقى انقل وحده 2 3 4 حلات واثنين ابقيهم جوا. هنا 6 حلات 7 حلات ما 6 1 7 حلات ابقي 3 و4 باقيين هنا وننتظرهم فد اسبوع وارجع انقلهن. يلا شباب خلي اقطع الفيديو وارجع لكم بعدين. شباب رجعنا خلينا نحط لهم اكل حتى هم يزقن الافراخ ونشوف يا الزق يا المزق. نرجع لهن من راح نصور. اذا الطير هسه هنا موجودات ياكلن خلينا نشلع الستان حتى نسكر اكثر. شنو الشباب صديق كذي بصار ساعة حطيت اكل واشرح وعبال اصور شرحت لكم موضوع حطيت هنا اكل والطير راح صعدت فوق ونزلت كل هاي ما ادري بيه. يلا طبعا اعطيتهن اكل. اذا لقيت المقطع موجود وفصل وما ادري بيه انا ضايفه ما لقيت فاعطيتهن اكل. هسه شوف رجعنا صعدن على الحله حفظن مكاناتهن لو لا. هسه عندي هاي مثل رقم 5 جاي تنزل لي جوا متى مكان حلتها لي جوا صعدت على الفوق. هذا الفحل هاي الحله مالته جوا. هاي جوا انتي وخري منها. شنو بعد عندنا؟ قولوا وياي. مثل شوف هذه الطيره الفوق المفروض تجي هنا هاي حلتها فما اعرف يعني شكلكم ما ادري ارجع الحلات لا ما ادري. ورطه يعني حاطين يوم صبر انا لليوم الزقن افراخن خير على خير ما زقنهن راح ارجع. قولوا يا رجع الحله الفوق بيها فرخ صغير الابو الطيور كلهن وراح ارجع هاي امهات رقم 6 الحله كانت اول وحده. هسه اشوف لكم مكانهن واقول لكم عليهن. خلينا نطلع. ما ادري عليكم مقطع طويل وممل. راح ارجع الحله احتمال هاي كانت هنا لان ما جاي يزقهن واحتمال ارجع الحله لهنا لان هذا فرخ بعده صغير. هاي رجعتها لان هاي يعني فد مره بهذلتني ما قبلت توقف ولا ترجع لمكانها
ولا قبل تزقن الافراخ لا هي ولا الفحل، فضوجني يعني كلش. هاي السود لا عندي ما عندي اشكال بيهن. اللي هنا كانت لي فوق اللي قدام هاي ما عندي شيء، هي تزوج وافراخها يلقطن. وهاي الجو اللي هنا افراخها ينزلن ويا الامهات هاي زقنهن. بس راح ارجع يمكن هاي هنا وهاي هنا وانتظر اسبوع الاخ. يلا راح اجل، ما اقدر افرش البرج ولا اقدر اسوي شيء الا بعد اسبوع. يلا خلي يرجعهن وارجع لكم بعدين. شوف شباب رجعت هاي الحله، ما قبلت الزقهن، ما قبلت. هسه الى راحت الزقهن. شوف 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 سبحان الله، بس بدلت المكان ما قبلت الزقهن. هاي الطياره ما اعرف نحسه. خلي يكبرن الافراخ وان شاء الله ننقلهن. هسه حرجع انقل هذا الفوق. هاي الفوق همه ما شفت الفرخ ما ماكل، فجاي ينزل عليه هذا كتله، فراح ارجع انقلهن وارجع لكم. تعال ياي. هسه احنا لو عوفه والله موجوده، عوفه جاي الزق، راح اعوفه. ما طول بقى هناك كامش الحله راح اعوفه. هسه هذا اخليه مؤقتا واشوفن. البقى ما بقى لا جايبه وناقله اللي غاد. ايش عندي بعد؟ ما عندي شيء، خلي يقطع وارجع لكم بعدين. شباب بقيهن ذني هيجي. هذا الزوج الفوق هذا ما راح انقلهن، بقيتهن السود بقيته، وهذا بقيتهن 4 حلات بقيتهن هنا. قلنا رجعنا وحده 2 حلتين رجعناهن، وهسه قاموا يزقن الافراخ. ما عندي شيء بعد، اعطيهن صبر وانتظرهم منا الباكر. هاي اذا شفتها مازق او يطلعون من الحله او شيء اكض الحله هاي فوق ارجعها فوق وانتظر اسبوع وارجع ارجعها في هذا البرج وافطم الافراخ من عندهن كلهن سوا. انا شباب اللي هنا انهي مقطع الفيديو وراح عندي ذني العزلات المناكه هن ذني الموجودات راح يطبن بهذا البرج وياهن يبقى يتعايشن وياهن بعد ما عنده شيء. هاي المجموعه ويا هاي المجموعه سوا خليهن ونشوف لحد ما اجيب لهم مكان وافرش البرج. انتظر اسبوع افرش البرج انقله ذاك السطح او بطن البيتونه ذاك السطح انقله وانتظر اسبوع كامل. يلا فلشه ونقله ونب ابني لي برج ان شاء الله، برج كبير يعني كفين كلهن. وهذا نشوف له فد مكان له خاص ونجيب به سلافر حمر ان شاء الله. بس جاي ندور عليهن هسه. البارحه لقيت زوج بس اثنيناتهم طلعنا بحله ما اشتريتهن. قلت اشوف الزواجات احسن حتى ما يتاخرن عندي، لان شوي ضوج تعال زوج لك طير وهذا. او اذا شفتهن ولقيتهن كلش حلوات احتمال اجيب بحله وبعدين ادور على الطواير. شباب لهنا انهى مقطع الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعلنا الجرس حتى يوصلكم شكو شيء جديد. واعذرونا اليوم ما راح نطير ولا راح نسوي لكم شيء لين تدرون كل زين. برجين طبعا قلت هنا واذا اطلع طيور طاير ذني راح ذني شو يسوون؟ يهجمن على البقيه كتله الافراخ او فشي ما اريد. فالطيور غيرت مكانها خافت هج فعوفه تاخذ على كيفها تاخذ المكان تحفظه وبعدين نطير به ان شاء الله. مع السلامه. لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعلنا الجرس حتى يوصلكم شكو شيء جديد.